وبدأ الشاذلي في اعداد خطة بدر او المآذن العالية. وكانت الخطة دي قايمة على ان احنا هنحرر الارض دي على مراحل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في البدايه هنعبر خط بارليف ونتمركز على طول من 10 ل 12 كيلو شرق القناه، عشان دي كانت اقصى حدود الدفاع الجوي بتاعنا. والدفاع الجوي كان عيبه في حاجه ان هو كان ثابت، ما كانش بيتنقل معاك، فكان اخره على حدود 12 كيلو، لان برضو الطيران الاسرائيلي كان اقوى من الطيران المصري. فلو عديت حدود ال 12 كيلو بتوع الدفاع الجوي بتاعنا الطيران الاسرائيلي هيصطادك. وكانت الخطه برضو قايمه على مركزين، الاولى هي اطاله مده الحرب، والثانيه هي حدوث اكبر خسائر في العدو، لان العدو الاسرائيلي في حاله الحرب بيعلن التعبئه العامه في الجيش. والعيب ان الشعب الاسرائيلي هو نفسه الجيش الاسرائيلي، فالجيش الاسرائيلي 40% من الشعب، فلما مده الحرب تطول المصالح في اسرائيل هتقف، فالاقتصاد هيتدمر. فقال الشاذلي ان العدو هيسكت كالثمره العفنه، لان الحرب دي كان مخطط لها ان هي تستمر حوالي 6 شهور، ويجي اليوم المنتظر وهو يوم